سلام البنات، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت نشارك معكم نهاري اول يوم في رمضان. كما كتشوفوا معايا انا غنصايب العصير، ولكن عصير الحامض. كما كتشوفوا هنايا حكيت القشور ديال الحامضه وحده، هما القشور، وديك الحامضه اللي حكيت لها القشور غادي نقيوها وغادي نقردوها بحال هكا طريفات، وغنحيدوا منها العظومه اللي كانوا عندنا شي عظيمات من الداخل. حاولوا البنات تحيدوا العظومه كاملين، حيت العظومه كيطلقوا لنا ديك المروره في العصير. الا بقاو لينا ولا طحنوا لنا مع العصير كيطلقوا المروره. نحيدوا العظيمات كاملين كما كتشوفوا، كنحاولوا نقيوهم من العظومه. وهنا هاد الحامضه كنحكوها، ما كنوصلوش للقشره البيضاء، كنحكوا داك الصفر ديال الحامض من الفوق، حيت ديك القشر البيض حتى هو كيطلق لنا المروره في العصير. المقادير ديالنا البنات دابا هنا بعد ما حكينا، بعد ما نقينا الحامضه ديالنا، دابا غنحتاجو في المقادير ديال العصير ديالنا. عندنا نحتاج نص كاس تقريبا ديال السنيده. هنايا عندي كاس صغير، وداكشي علاش انا درت اكثر من نص كاس، ولكن اللي عنده كاس العنبه غيدير نص كاس ديال السنيده. وكيبقى هاد الحلاوه على حسب الذوق. عندي هنايا فاني وحده، هاد العصير كيجي زوين، غير جربوه. فاني وحده، وعندي هنايا بنانه تكون طايبه شويه، بنانه وحده. هاد العصير البنات جربوه راه كيجي واعر. دابا غنبداو التحضير ديال العصير ديالنا. غناخذوا مولينيكس اللي غنحضروا فيها العصير، غادي نديروا فيها الحامض محكوك والحامض طرونش، وغنطحنو مزيان. طحنوه مزيان خويل هكا. وغنديروا معاهم ديك نص كاس ديال السنيده ديالنا. دابا غنديروا تلك الفانيل اللي عندنا البنات. هاد الفانيل كتعطي واحد الذوق زوين لعصير الحامض. دابا غنمشيو نطحنوا هادشي ديالنا كامل، وغنمشيو نوريكم العصير كي غيجي ديالنا مراحل، مرحله بمرحله، حيت كاين عاوتاني باقا نديروا بنانه حتى غنطحنوا هادشي وغنصفيوه. هادشي غنطحنوه البنات. غنديروا معاه يطرو ديال الماء بارد، حاولوا تكون في الثلاجه يطرو ديال الماء بارد. بالنسبه اللي غيدير حامضه وحده غيدير يطرو ديال الماء بارد، اللي غيدير جوج حامضات غيدير جوج يطرو ديال الماء بارد. انا غندير غير حامضه وحده، غندير يطرو ديال الماء كافيين. ما حاولوا ديروه في الثلاجه باش كيجي هذا العصير زوين. الحامض كان معروف كيبغي يكون بروده، كنبغيو يكون بارد. دابا البنات غنصفيو العصير اللي طحنا. ها نتوما كما كتشوفوا، ضروري ما تصفيو باش القشور الحامض كلهم كيتصفاو لينا. احنا البنات ردينا داك العصير اللي صفينا، ردينا في مولينيكس ديالنا. غادي نزيدو عليه دابا ديك البنانه ديالنا، نحطو مع ديك البنانه ديالنا اللي درنا. دابا غنمشيو نطحنوها البنات عاوتاني كما كنا في الاول. دابا من بعد ما صفينا غنمشيو نطحنوا عاوتاني هاد البنانه اللي حطينا في العصير. هانتوما زدنا دابا العصير ديالنا بعد ما طحنا مزيان. حاولوا تطحنوه مزيان باش ما يبقاوش فيه دوك الحبيبات ديال العصير ديال الحامض. هانتوما راه كيخرج لينا تبارك الله تقريبا كاس، وراه باقي لينا في مولينيكس هو عامر كيخرج لينا البنات. هانتوما البنات كيجي العصير ديالنا كيجي زوين وصحي ومنعش، وما كيحتاج لنا وقت بزاف، وما كيحتاج لنا غير بنانه وحامضه. اي واحد راه عنده الحامض في الدار. وبالنسبه اللي ما عندوش بنانه يقدر يديرو بالتفاح، حتى بالتفاح راه كيجي زوين. كنتمنى البنات تجربوا هذا العصير حيت زوين بصراحه وصحي، وكيخرج لنا كميه كثيره، وكيعجب الوليدات الصغار. وحاولوا ديروه في الثلاجه ضروري حيت كيتشرب بارد. ونتلاقاو ان شاء الله فيديو مقبل ان شاء الله. مع السلامه، الى اللقاء.